السلام عليكم. اهلا بيكم مرة تانية. ان شاء الله في الفيديو ده هنغطي ازاي نعمل كاميرا سيت اب، وايه انواع الكاميرات، وايه التفاصيل بتاعتها كلها، وازاي نتعامل مع الكاميرا ونطلع منها بريفيو، ونطلع منها ريندر واللي بعدينا يعرف يشتغل عليها، وازاي نتعامل معاها في الشوت من اوله لاخره. يلا بينا. معانا الفايل ده، الكاركتر دوت واقف. اعمل بوز ايا ما يكون البوز، احنا مش مهم عندنا التفصيله بتاعت البوز، احنا المهم عندنا الكاميرات. طيب انا الفيو بورت بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن الديفولت بتاع الماكس بتاع البرنامج، برسبكتيف، ايثوجرافيك. عندك ممكن مثلا نخلي ده الليفت مثلا، او الفرونت، وده التوب وده الليفت. طيب احنا عايزين نعمل كاميرا في كذا طريقة. تعالوا نبتدي بأول طريقة، ان احنا بنقف على create animation، بنقف على views وبنعمل create كاميرا. في نوعين من الكاميرات، في كاميرا physical cam هندوس عليها هي دلوقتي وهنعمل لها create. زي ما انتم شايفين هي ايه اتعمل لها create اهي. البرسبكتيف فيو بتاعي تحول للكاميرا الفيزيكال كام. وممكن ان انا بدوس كليك يمين من هنا واختار الفيزيكال كام، اعمل لها عليها سيلكت، ولو وقفت على الموديفاير هلاقي ان انا في حاجه اسمها فيزيكال كام، ودي الاعدادات بتاعتها. معظم الانيميتورز ما بيشتغلوش بيها، ولكن يعني هنوريها لكم بشكل مبسط سريع، لكن هي معظم الناس ما بتشتغلش بيها. هي اتعمل لها كرييت من الفيو بتاعي. يعني لو انا مثلا خرجت من الفيو ده وعملت برسبكتيف واتحركت، هلاقي ان الكاميرا واقفه بتبص للكاركتر من الفيو ده. طيب لو انا وقفت دلوقتي تاني، افترض ان انا مش مسلك عليها ووقفت في الفيو دوت وحبيت ان انا اعمل كاميرا تانية، هعمل من فيوز كرييت فيزيكال كام، هيعمل لي رقم 2، هو هتلاقي اسمها اتغير بقى رقم 2، وانا اقدر كمان اغير اسمها من هنا من قائمة الموديفاير. وبقى ده الكاميرا بتاعتي. طب ايه الفرق ما بين البرسبكتيف والكاميرا؟ البرسبكتيف هو الفيو بتاعي عامة، اللي انا بشوف الاليمنتس بتاعتي الافتراضية اللي موجودة في العالم الافتراضي بتاع البرنامج من الزوايا التقليدية بتاعته. البرسبكتيف اللي هو الحر، المنظور الحر، وفي نفس الوقت التوب والليفت والرايت، فبشوفها من كل الزوايا. طيب الكاميرا بتحدد الفيو بتاعها وبيتعمل له انيميشن. يعني الفرق ما بينها وما بين الفيوز التانية ان انت ما تعرفش تعمل للكادر اللي انت واخده ده انيميشن، لكن الكاميرا تقدر تسيف الكادرات بتاعتك. ومن هنا هنيجي نتكلم على التقطيعات. طبعا هنتكلم عليها بعدين، بلاش نتكلم فيها دلوقتي عشان نبقى محددين بالظبط احنا بنتكلم عن ايه. والفرق كمان ان احنا نعرف نعمل ريندرنج. يعني احنا نقدر نعمل ريندرنج من البرسبكتيف ونقدر نعمل من الليفت والرايت، بس هتبقى راجعه لليوزر اللي بيشتغل. يعني ممكن الكادر اللي انت ظبطته وشايفه انه كويس، ممكن تحرك بالنافيجيشن تلاقي نفسك خسرت البوز الكادر الفريم اللي انت عايز تعمله. وطبعا ده مهم ان احنا نفولو الستوري بورد اللي هتبقى عندنا، ونطلع اقصى ما عندنا ان الكادر يكون شكله حلو وموزون، عشان نبقى حققنا المبدأ بتاع الانيميشن اللي هو السوليد دروينج، وفي نفس الوقت كمان نكون عرفنا نعمل الستوري بورد زي ما المخرج عايز. فالكاميرا هي اللي هتدينا الفرصه ديت ان احنا نعمل ده. يلا نكمل نتفرج على الكاميرات مع بعض. طيب الفيزيكال كام اكتر حاجه هنحتك بيها. احنا مش محتاجين نعرف كل ده، احنا محتاجين نعرف اللينس والسبيسيفاي بي في او. ده بيورينا الديجري بتاعه الكاميرا. يعني لو انا حبيت ان انا مثلا العب فيها، هتلاقوا ان العدسه بتاعه الكاميرا بتوسع قوي زي ما انتم شايفين في بقيه الفيو بورتس الثانيه. كل ما بتوسع كل ما الكاركتر بيبعد بيبعد عن الكاميرا، وكل ما انا بصغر المسافه اللي ما بين التارجت بتاع الكاميرا. يعني ده التارجت بتاع الكاميرا اهو، ودي الكاميرا نفسها. كل ما هبتدي اصغر المسافه ما بين العدستين. احنا في كاميرا 2 لازم نعمل الفيو دوت اكتف عشان نقدر نشوف التغيرات اللي بتحصل.
لا انا ماسك حاجه غلط، نعمل كنترول زد. هنلاقي ان احنا لما بنغير العدسه بنلاقي ان احنا بنغير في شكل الزاويه. طبعا كل ما بنبعد ما بين التارجت بتاع الكاميرا والكاميرا نفسها بنعمل فوكس على الجزء اللي احنا عايزين نستخدمه. بنستخدم الزوايا دي في التقطيعات بتاعتنا، وبنستخدم الفيتشر ديت لما بنيجي ننقل ما بين البيج كلوز والميديوم واللونج شوت. طبعا هنشرحها ان شاء الله في الفيديو بتاع الستوري بورد ونفهمها مع بعض. دي اكتر حاجة هنستخدمها، مش هنحتاج ان احنا نستخدم اي حاجة تاني لان كل الاعدادات بتاعتنا بنشتغل عليها كويس جدا، ما فيهاش اي مشكلة. طيب ده بالنسبة للفيزيكال كام واستخدامها قليل قوي. طيب تعالوا بقى ايه نشوف، تعالوا نعمل ديليت للكاميرتين دول، نعمل سيلكت وبعد كده ديليت، سيلكت وبعد كده ديليت، بيعمل ديليت للكاميرا كلها. هنختار برضو زاوية، يعني مثلا هنقول الزاوية دي مثلا بالنافيجيشن بتاعي، وبعد كده هقول له كرييت ستاندرد كاميرا. هو عمل ستاندرد كاميرا. انا واقف على قائمة الموديفاي، هنلاقي الليسته بتاعتها مختلفة، هي الليسته بتاعتها ابسط بكتير. معظم اللايت ارتست والريندر مان بيحبذوا الشغل بالكاميرا ديت. هنلاقي ان هي خدت سناب للكادر بتاعنا. لو قلنا مثلا ده البرسبكتيف، دوزنا بي، هيظهر معانا البرسبكتيف دي الكاميرا اهي. ونفس الحكايه لو انا حبيت ان انا العب في اللينس، نفس الموضوع هيتحول زي ما بنشوفه. هتلاقي نفس الموضوع بس الفرق في الاسم بس مختلف. اللينس بتاعتنا وسعت جدا جدا جدا، بقت -1. طبعا المحبذ بتاعنا ان احنا بنشتغل 35، ده المتعارف عليه في الاخراج. 35 نكتب 35، ده العدسه الاساسيه. عامه عينين البني ادم هي بتشوف 35 50 في الرينج ده، ما بتشوفش اقل من كده. هنلاقي مثلا الكاميرات مثلا فيها فيش اي، الفيش اي ديت هي درجه قليله جدا في العدسه، وهي قرب التارجت بتاع الكاميرا من العدسه نفسها بتاعت الكاميرا، فبتشوف اوسع كادر ممكن. وطبعا كل البرسبكتيف بتاعي بيحصل له ديستورشن بسبب ان الكاميرا واسعه قوي، فالعدسه واسعه قوي، ما بنشوفش التفاصيل واضحه بنسبه 100% او رياليستيك زي ما هي موجوده. المتعارف عليه 35 في اللونج شوت. ممكن ان احنا نغير الكاميرا ونخليها بدل التايب بتاعها نخليها فري كام، او فري كام يعني او تارجت كام. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان احنا التارجت بتاع الكاميرا لما يكون ليها تارجت بيديني اوبشن ان انا اقدر اظبط اتجاه الكاميرا من غير ما اعمل الكاميرا روتيت، يعني من غير ما اقدر العب في الكاميرا انا بظبط الاتجاه بتاعها. بتبقى مفيدة قوي في الكاميرات الفيكسد كام. لكن لو انا بقى هعمل مثلا حركة كاميرا كرين او هعمل انيميشن للكاميرا كأنها مثلا عين طائر وبتنزل وبتطلع وبتتحرك، يبقى استخدم الفري كام. دي ما بينفعش يتعمل لها انيميشن، يعني هي يا اما فري من اول الشوط لغايه اخره، يا اما تارجت من اول الشوط لغايه اخره. انا بحبذ الفري في الكاميرات اللي ليها علاقه بالانيميشن زي ما قلت، ان انا هتتحرك او تروح وتيجي، او مثلا لو هنعمل كرين بينزل ويطلع، ده بيبقى حلو جدا بالنسبه لي في الانيميشن يعني. لو بصيتوا هتلاقوا الستوك لينسز مكتوبه ان هي مثلا 15، هتلاقي الدرجات بتاعتها ثابته، ودي تقريبا العدسات اللي بتبقى موجوده في الكاميرات الحقيقيه. بعد كده مش هنحتاج ان احنا نقرب من اي حاجه من الحاجات دي خالص، لان احنا كانيميتورز مش هنأثر فيها او مش هنحتاج ان احنا نوصل لها. احنا كل اللي احنا هنحتاجه ان احنا نغير ونعمل انيميشن للستوك لينسز ديت على حسب الشوت بتاعي. يعني تعالوا نجرب كده، نعمل مثلا ان احنا هنعمل مثلا لونج شوت، هنعمل مثلا كاميرا تارجت بالتارجت بتاعها. انا بحب اسيف التارجت
ممكن اقدر اعمل عليه سيلكت من هنا، واقوم دايس كنترول ماسك الكاميرا برضو، وبحب اسجلها واسميها كام، بحيث ان انا محتاجش ان انا اقعد اعمل سيلكت كل شويه. وهنقول مثلا الكادر الاولاني بتاعي هو الكادر ده. الكادر التاني هنخش شويه بالكاميرا بتاعتي وابتدي اجيبها فوق شويه، شمال مثلا شويه، امسك التارجت. ساعات بقى التارجت لما بيكون في جسم الشخصيه انا ببعده عشان اقدر اشوفه بسهوله، وابتدي اظبط الكادر بتاعي، ويبقى انا بوصل بالسوليد دروينج، بعلي السوليد دروينج بتاعي وبخلي الكادر بتاعي يبقى شكله كويس مثلا كده، ويبقى ده الكادر بتاعي. وهتلاقوا ان هو بياخد مفاتيح عادي جدا زي اي اوبجكت موجود عندي. وممكن انا اجي مثلا في الفريم الاولاني اختار 35، واجي في الفريم التاني الكادر اللي بعده اختار مثلا 50. هتلاقوا ان حصل انيميشن لل اف او في واللينس، خدتوا بالكم هتلاقوا فيه فرق. وطبعا انا هحتاج ان انا بعد كده ايه اظبط الكادر بتاعي تاني، وده مطلوب جدا في ان احنا نعمل لها انيميشن. بيفرق جدا في الشغل بتاعنا، ما يبقاش الشغل كله ستاتيك، كله حاجه واحده بعدسه واحده، لا، كل ما الكادر يتغير نغير العدسه بتاعتنا، بيخلي شكل الكادر ريتش وشكله حلو وهيعجب المخرج جدا. طبعا انا عملت انيميشن وانا مش واخد بالي ان انا اتحركت، انا المفروض ان انا ما اتحركش، فكده الكادر اهو اتغير كت على طول، وده عشان انا حركته في فريم واحد. لكن انا لو انا دلوقتي مثلا حابب ان انا اعمل له انيميشن كزوم مثلا، زوم ان، فممكن مثلا في 3 ثواني ممكن مثلا الحركه تحصل. تعالوا مثلا نشوف ندوس بلاي مثلا، هنلاقي ان احنا بنخش زوم على الكاركتر، وفي سلو ان وسلو اوت كالمعتاد. ممكن ناخد كل المفاتيح بتاعتنا عشان كل حاجه تبقى مظبوطه. ممكن نقدر نعمل لها انيميشن عادي جدا، نقدر ان احنا نربطها بهيلبر ونحرك الهيلبر دوت زي ما احنا عايزين. لكن الكاميرا الفري هتساعدنا في ان احنا نعمل ده. تعالوا مثلا نعمل كرييت لكاميرا. نقدر طبعا الكاميرا دي نغير اسمها زي ما اتفقنا، وممكن نعمل كرييت تاني الكاميرا تانية، بس لازم نبقى برسبكتيف. يعني احنا دلوقتي لو قلنا كاميرا وعملنا كرييت مش هيكريت كاميرا تانية، لكن لو انا وقفت على الكادر بتاعي زي ما انا عايز، مثلا لو اقول مثلا نعمل كرين خلاص مثلا من فوق كده، وهبتدي اعمل كرييت كاميرا، هو اوتوماتيك بيعملها بتارجت، ده الديفولت. فاقول مثلا ان انا هاجي في الفريم مثلا 100، هندوس كليك يمين وجو تو تايم، وهخلي بدل ما يبقى الاورينتيشن بتاعي لوكال هخليه فيو، وانزل بالكاميرا لتحت واعلي التارجت بتاعها شويه. وهنقول مثلا احنا هنخش كمان، خلينا مثلا نوصل ل200. هنقول ان احنا هنخش كمان على الشخصيه، نبص على الفيديو ده. الكاميرا بقى من ضمن الحاجات العيوب اللي فيها ان احنا مثلا لو دوسنا هنا وحركناها بدون قصد هنلاقي ان الكاميرا ادت مفتاح اوتوماتيك على طول، فلازم ناخد بالنا ونعمل له ديليت على طول.
تعالوا مثلا نشوف نفوكس على الكادر بتاع الكاميرا. احنا كده عملنا حاجة شبه الكرين، وممكن نخش من الجراف نشوف الباص اخباره ايه، ولو في مشكلة نصلحها. هنا مثلا في مشكلتين اهو، ان في مفاتيح محطوطة مش مفهومة، نعمل لها ديليت، نبص كده عليها. ده مثال كده للكاميرات والتحكم فيها. ممكن مثلا نغير اسم الكاميرا زي ما احنا عايزين، وممكن مثلا لو هنقول مثلا الشوت ده مثلا من 0 ل 200، ممكن مثلا نخليها كاميرا from 0 to 200 مثلا. ده هيبقى فرصة كويسة للي بيشتغل ورايا ان هو يعرف الفايل بتاعي ده الديوريشن بتاعه. لو افترضنا ان هو غصب عنه عمل كده ولا حاجة، هيبقى عارف ان هنا مش اخره 163، لا ده هو اخره 200. او ممكن من التاج نقول edit tag ونقول له مثلا كاميرا 0 200، وهو يبقى عارف ان الكاميرا من 0 ل 200. نقدر بعد ما لو احنا حابين ان محدش يلعب في الشغل بتاعنا او الشغل بتاعنا يبوظ بسبب ان ممكن مثلا اليوزر اللي بيشتغل ورانا يبوظه او حاجه، ممكن نيجي في الهيراركي، هنيجي في اللينك انفو، هنقوم عاملين لوك للكاميرا والروتيشن كمان والسكيل، وممكن كمان نمسك البيفت بتاعتها اللي هو التارجت ونعمل لها لوك لكل حاجه، وهتلاقيها بتتحرك عادي. ولكن لو حبيت ان انا احركها دلوقتي مش هعرف، كأني عملت لها فريز ومحدش يعرف يتحكم ورايا بعدها. ودي خطوة مهمة جدا بعد ما نسلم الشغل بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو ده فهمكم شوية عن الكاميرات، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.